كرتون سبونج بوب، الكرتون اللي كلنا بنحبه، نحب نتفرج عليه، وبالتحديد بنحب شخصية سبونج بوب اللي بيشتغل في مطعم تحت المية. بس عمرك سألت نفسك ازاي كرتون شكله لطيف يخبي وراه أسرار مظلمة ونظريات مخيفة؟ في الفيديو ده هنغوص لأعمق نقطة في قاع الهامور، ونكشف النظريات الغامضة والمريبة عن شخصيات الكرتون، وهنجاوب على سؤال مهم: هل سبونج بوب مجرد كرتون ولا هو كود مشفر لحاجة أعمق وأخطر؟ بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. سبونج بوب بيمثل ال ADHD أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، دايما متحمس، طاقته زايدة، وما يعرفش يركز، وبالذات في الشغل. إنما شفيق بيمثل الاكتئاب، دايما كاره حياته، حاسس بالملل والفراغ، بيفضل العزلة. إنما بسيط بيمثل الكسل الشديد أو الغباء الطفولي، وده ممكن يبقى إسقاط على الجهل وعدم الوعي. إنما بقى مستر سلطع بيمثل الطمع والوسواس القهري، مهووس بالمال لدرجة إنه مستعد يبيع أي حد عشانه. إنما بقى ساندي ممكن تمثل النرجسية أو الغرور، تعتبر نفسها متفوقة على باقي الكائنات. إنما بقى شمشون بيمثل جنون العظمة وحب السيطرة بأي تمن. النظرية دي بتقول إن الكرتون متصمم عشان يورينا الأمراض النفسية بشكل طفولي، لكن ورا الضحك ده أكيد في رسائل أعمق. فأنت إيه رأيك في النظرية دي؟ فتعال نشوف النظرية اللي بعديها. هل سبونج بوب مجرد اسفنجة بحر عايشة في أناناسة، ولا هو نتيجة تجربة حكومية فاشلة؟ في نظرية مرعبة بتقول إن قاع الهامور هو مكان حقيقي موجود تحت موقع التجارب النووية اللي اتعملت في المحيط الهادي، وبالتحديد في منطقة اسمها بيكيني إيتول. المفاجأة اسم المدينة اللي بيعيش فيها سبونج بوب هو بيكيني بوتوم، وده ممكن يكون إسقاط إن الكائنات دي كلها اتعرضت لإشعاع نووي خلاهم يتكلموا، يشتغلوا، ويتصرفوا زي البشر. يعني الكرتون مش عشوائي، دي تجربة فشلت وتحولت لمجتمع غريب عايش تحت سطح المية. في نظرية تانية بتقول إن الشخصيات دي كلها ميتة وعايشين في عالم الأرواح. يعني مثلا سبونج بوب مات غرقان وبيعيش حياته بعد الموت في مكان تحت البحر. إنما شفيق كان عازف فاشل وانتحر، وده سبب الحزن اللي دايما باين على وشه. إنما بسيط مات من البرد وهو نايم على صخرة في الشارع. النظرية بتقول إن كل واحد منهم مات بطريقة معينة وبيعيش في قاع الهامور كنوع من العقاب أو إعادة التجربة بشكل ساخر. في نظرية بتقول إن شمشون مش شرير، هو واعي بالخطة كاملة وبيحاول يصحي باقي الكائنات. هو الوحيد اللي بيشوف إن مستر سلطع بيستغل سبونج بوب وبسيط وإنهم عبيد للمطعم، وكل خططه علشان ياخد وصفة البرجر مش لهدف شخصي لكن علشان يحررهم. يعني شمشون هو المتمرد الواعي مش الشرير الحقيقي. دلوقتي بعد كل اللي قلناه، هل سبونج بوب مجرد كرتون كوميدي ولا هو كود مخفي مليان رسائل نفسية وتجارب نووية وإشارات غامضة؟ الحقيقة ممكن يكون الكرتون أبسط من كده، وممكن برضو يكون كل حاجة فيه معمولة بعناية لتوصيل رسالة معينة، بس بشكل ساخر وطفولي يخدع أي مشاهد. قوليله في الكومنتات ايه أكتر نظرية شدتكم، وهل تحبوا نكمل في تحليل كرتونات تانية؟ ولو بتتفرج لحد دلوقتي فشكرا جدا ليك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجاية، وسيبلي تحت كومنت تقولي فيه ايه اكتر كرتون تحب نتكلم عنه الفيديو الجاي. وبس كده، يلا سلام.